هو ليه الرئيس السيسي استقبل ملك اسبانيا بالحفاوه دي كلها؟ في نسب بينهم يعني؟ وليه كلنا عمالين نشكر في اسبانيا كده ونمجد فيها؟ يمكن عشان حابين مسلسل لا كاسا دي بابل والاكشن والموزز اللي فيه. اقول لك لا يا حزين على عين امك، خد عندك. رقم واحد، اسبانيا لسه موقفه صفقه عسكريه الاسراء ب 700 مليون يورو. رقم اتنين، قبلها عدل وقفت لهم برضه صفقه صواريخ ب 287 مليون يورو. وعشان كده نتن شايل اسبانيا على كتفه وزاعج وعمال يهاجم فيها هي والدول الاوروبيه اللي قالوا هنعترف بدوله فلسطين. رقم ثلاثة، ان ملك اسبانيا طلع وقال لك علني كي انا اللي طلبت التعاون مع مصر من حوالي 7 شهور، وده بعد ما درست وتابعت رؤيه وانجازات الرئيس السيسي، وطلع اعلنها كي رسمي وقال لك انا هساهم مع مصر في تطوير المترو والسلاح الجوي والسلاح البري والطيران المدني. ما تشاركنا ملك على عربيه كبده في وسط البلد ونسميها ملك الكبده الاسباني. وقال لك ان الفتره الجايه هيكون في تعاون كبير جدا بيننا وبين مصر، واستثمارات بقى رايحه جايه وتوطين صناعات. ده غير ان اسبانيا بتهدد بمقاطعه كاس العالم 26، وده في حاله صعود المنتخب الاسرائيلي للمونديال. واعلنت كمان اسبانيا نيتها لمقاطعه مسابقه الاغنيه الاوروبيه الشهيره يوروفيجن لو ما تمش استبعاد اللي ما يتسموا. وعشان كده نتن طلع يهدد بتصريح الشهير لما قال لك اي حد في العالم اما يشيل موبايل شايل حته من اسراء. وقال كمان ان دول اوروبا بيحاولوا يعزلوا اسراء عن العالم. على الطلاق انا حبيت ملك اسبانيا وشكله هيبقى في نسب بينا قريب، واي حد يجي على الاسباني يستاهل سقف العمده شيروا له وابعتوا له.